الجيش المصري يدخل في الحرب مع دول الخليج؟ خلاص دول الخليج داخله في الحرب ضد ايران، هل الجيش المصري يدخل في الحرب؟ الرئيس السيسي قال لك امبارح ان احنا شايفين ورافضين الموضوع ده من بدري، واحنا مع الاشقاء قلبا وقالبا. مع الاشقاء قلبا وقالبا دي هل هنبعت الجيش المصري؟ لا. ده عم احمد دول اشقاء، ايوه هم اشقاء وندعمهم وكل حاجه، بس دعم سياسي دعم مالي، ولكن الجيش المصري احنا بنيناه الجوع بتاع المصريين على مدار 10 سنين. لو هتسالني انا ليه بقول كده، بقول لك وقف. اول حاجه دعم سياسي دعم مالي، وانت لاقي تاكل. هو انت لاقي تاكل؟ انت اخذت من المملكه العربيه السعوديه معونات ومساعدات يفوق ما اخذته فلسطين من المملكه العربيه السعوديه. 90% من اقتصادك قائم على المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج. دعم مالي مين يا حبيبي؟ شفت انت الغرفه اللي جالس فيها؟ شايف الغرفه اللي انت جالس فيها يا حبيبي؟ دعم مالي مين يا حبيبي؟ انت حط لي صور جرايد في غرفتك، انت خلفيتك صور جرايد وصور كتب وصور مسوي لي فيها انك جالس في استديو. دعم مالي مين؟ شايف الجاكيت اللي انت لابسه؟ دعم مالي مين يا حبيبي؟ ده انت مش لاقي تاكل ولا لاقي تحلق. دعم مالي مين؟ خلونا نكمل بس كده عشان من 2015 واحنا بندعي لقوه عربيه مشتركه. ثاني شيء، تعال قبل القوى العربيه المشتركه، قبل اعيد تشغيل الفيديو، انا سمعتك تقول بالحرف الواحد انه الجيش المصري بنيتوه من عرق جبين المصريين. لا يا حبيبي، الجيش المصري تمام عندك نصف ميزانيته من المساعدات والمعونات والصدقات اللي تاخذها من الدول العربية بكل أمانة، اللي هي مليار و600 مليون تقريبا، أو مليار و500 مليون، وهذه ميزانية جيشك أنت 3 مليار في السنة. وعندك مليار و400 مليون تاخذها من الولايات المتحدة الأمريكية. فمن عرق جبين مين سويت هذا الجيش؟ أصلا ما حد بحاجة الجيش المصري، لأنه الجيش المصري ما عنده قيمة الوقود اللي يوصله للدول الخليج. لا تنسى على أيام محمد حسني مبارك عندما جئت إلى الكويت، تراك أول شيء جئت لأجل المال، رقم واحد. رقم اثنين، أنت لما جيت أصلا إلى الكويت جيت بعد ما انتهت الحرب ولا شاركت في الحرب، وتأخرت إلين قاموا بإسقاط الديون عن مصر، وفي النهاية وليت هاربا. واسأل عن اللواء، ايش اسمه، اللواء بلال الذي ولى هاربا هو والقوات المصرية. ولكن كل واحد قال لك انا عندي قاعده بريطانيه، عندي قاعده امريكيه بتحميني. فانا رجعت من بعدها وقلت خلاص هبني جيشي بنفسي، وهستحمل وهقرص على نفسي وهتحمل الازمات الاقتصاديه، وما طلبتش حاجه من حد. ما جيش انا بعد تحمل الأزمات الاقتصادية. كيف تحمل الأزمات الاقتصادية وانت آخر شيء الكويت قبل أقل من سنة مددت لك الإيداعات الكويتية اللي موجودة في البنوك المصرية. لو سحبتها الكويت كان انهار اقتصادك. تعرف دول الخليج انت يا أبو، احنا ندعم الأشقاء دعم سياسي أو دعم مالي، تمام؟ الأشقاء مش بحاجة دعمك السياسي لأنهم يتحكمون بمراكز الطاقة في العالم، رقم واحد. رقم اثنين يا حبيبي، الأشقاء ليس بحاجة دعمك المالي وانت بتشحت منهم ليل نهار. رقم ثلاثة يا حبيبي، وخذها هذه، الأشقاء مش بحاجة دعمك العسكري وأسلحتك كلها متهالكة من أيام العشرينات، ما راح أقول الأربعينات ولا الخمسينات ولا الستينات، من أيام العشرينات. أنت معدات الجيش اليوم هذه من أيام الملك فاروق يا حبيبي. أنت قاعد تهبط تقول إيه؟ ما بنيت جيش يسد عين الشمس تيجي تقول لي عشان بنيت جيش يسد عين الشمس. تعرف تكلفة الجندي المصري كم؟ تكلفة الجندي المصري، قيمة تكلفة أو تجهيز الجندي المصري سنويا، الجندي المصري كامل تجهيزه سنويا قيمته تعادل قيمة تجهيزه تعادل قيمة بسطار الجندي السعودي أو الخليجي. الخوذة اللي يلبسها الجندي السعودي تمام قيمتها تعادل قيمة تجهيز كتيبة مصرية كاملة. بنيته يحجب عين الشمس. ايش انت ما عندك الا تعداد، عدد بس، عدد. هذا العدد لا يفيد، لانه اغلبهم لا يتم تدريبهم تدريب مستمر، يقعدون سنه سنتين وتقولوا لهم برا، يقعد يزرع لي خيار وكوسه وباميه وباذنجان بعدين تقول له برا. النزوه او حرب او حسابات خاطئه على لسان الرئيس السيسي خلت المنطقه كلها تخش في مرحله اسمها مرحله اللعوه. المعني بحمايه دول الخليج هي امريكا، لان القواعد الامريكيه اللي موجوده. اول شيء البنتاغون بنفسه صرح وقال نحن لم نحمي دول الخليج، ونحن لم نتصدى للصواريخ. غالبية الصواريخ تصدت لها دفاعات دول الخليج، والغالبية تصدت لها دفاعات المملكة العربية السعودية. حتى اللي في الإمارات واللي في قطر واللي في البحرين غالبيتها اعترضتها منظومة ثاد. انت ما عندك منظومة ثاد يا حبيبي المصري. حبيبي المصري، انت عندك نظام دفاع جوي متهالك جدا يعتمد على عدة أنظمة، تمام، ومنصات إطلاق صواريخ غير متوافقة مع بعضها البعض. يعني ممكن أنت لما المنصة تطلق تعترض صاروخ تقوم المنصة الثانية تطيح المنصة الأولى. وضعك جدا مزري.
في دول الخليج هي اصلا لحمايه الخليج، بس ده اللي هم بيقولوه لدول الخليج، لكن الحقيقه هو ان القواعد دي لحمايه مصالح امريكا نفسها. امريكا عايزه تلبس الخليج والعرب مع ايران عشان اسرائيل تكون هي القوه المهيمنه الوحيده، عايزين بقى يقولوا مصر هي كمان عشان يستنزفوا الجيش المصري. بس لا، جيش مصر لمصر بس. وزي ما قلت لك احنا اشقاء ونتمنى لك الخير وندعي لك، وندعمك سياسيا، نضغط على امريكا، نضغط على ايران لوقف التصعيد، ندعمك ماليا ما عندناش اي مشكله، لكن الجيش طيب ندعمك سياسيا هذه مستحيلة يا حبيبي. ندعمك سياسيا، أنا بقول لك ليش ندعمك سياسيا، لأنه أنت ما عندك أي شيء عشان تدعم سياسيا، لأنه أنت للأسف الشديد يتم التحكم بك من خلال المساعدات والمعونات التي تتلقاها ليل نهار، ليل نهار تتلقاها أنت من الولايات المتحدة الأمريكية. لذا قرارك ليس مرهون لك، أنت من يتم الضغط عليه سياسيا، أنت لا تضغط على أحد سياسيا. أنا ممكن أضغط عليك سياسيا، الإمارات وهي في خضم هذا القصف وهذه المعركة، الإمارات تستطيع أن تضغط عليك سياسيا وماديا واقتصاديا، لكن أنت لا تستطيع أن تضغط ولا تساعد ولا تعين. الجيش ده لحماية مصر بس. هل الجيش ده لحماية مصر؟ أنا أتمنى قبل أن تتكلم عن دول الخليج ومساعدة دول الخليج ومعونة دول الخليج أن يقوم هذا الجيش بالرد على القصف الذي طال مصر من قبل الكيان الصهيوني.